السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات نعمان الشهية. اليوم غادي نقدم لكم بمناسبة رمضان الكريم واحد الوصفة اللي كنحتاجوها في رمضان اللي هي الشباكية. غادي نوريكم طريقة التحضير والمكونات اللي غنحتاجو والطريقة ديال التشباك بطريقة سهلة. ما تنساوش دائما كما كنقول لكم الاشتراك على القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. ويلا خليونا نبداو. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو للشباكية، هنا كما كتشاهدوا معايا هنايا عندي الدقيق، وهنايا عندي نافع مطحون كما كتشاهدوا، وعندي هنايا كاس اولا نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال الكوزه، وكما كتشاهدوا عندي معلقه صغيره ديال المسكه حره، وعندي القليل ديال الملح. هذا بالنسبه للطريقه الاولى باش كنحضروا الشباكيه. بالنسبه للعجين باش كنبغيو نعجنوها كنحتاجوا هنايا القليل ديال الماء مع ماء الزهر. وهنا كما كتشاهدوا عندي الخميره ديال الخميره ديال العجين اللي كنحتاجوها، وهنايا عندي الزعفران كما كتشاهدوا الزعفران الحر هنا غادي نستعملو بالنسبه للعجين. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هاد الشباكيه. طريقه التحضير ديال هاد الشباكيه، العجين ديال الشباكيه هنا كنديروها في جوج مراحل. المرحله الاولى كنحتاجوا هنايا كما كتشاهدوا الدقيق صافي. هنا كنضيف هذيك باقي المكونات. هنا عندي معلقه صغيره كما قلت لكم ديال القرفه، انا غنخدم يعني بيديه صافي. هنايا كما كتشاهدوا عندي النافع مطحون حتى هويا تقريبا معلقه كبيره صافي. وغادي نحتاج هنايا المكونات الاخرى. هنا كما كتشاهدوا مسكه حره، وعندي هنايا الكوزه حتى هي، والقليل ديال الملح غير باش كنكسروا هذاك يعني هذيك الحلاوه صافي. هنا غادي ندير الزيت هنايا كما كنديروا هذه الطريقه، يعني كنحاولوا اننا نبسبسوا بهذاك الدقيق على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا بحال هكا على هذا الشكل هذا. يعني طريقه اللي سهله وبسيطه صافي. غنبقى نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نتحصل على واحد العجين اللي هي مرمله. غادي نوريكم الطريقه ديالها كيفاش كتكون. حنا سبق لي انني حضرتها صافي على هذا الشكل هذا. كنضيف الزيت ديالي على هذا الشكل صافي، وكنبقى نستمر على الطريقه هذه حتى نتحصل على النتيجه اللي انا سبق لي حضرتها. وكنخليوها المده ديال يعني ليله كامله، يعني حتى كتشرب هذوك المكونات باش نتحصلوا على نتيجه اللي هي زوينه صافي. انا غنستمر على هذه الطريقه هذه. انا سبق لي حضرت يعني هذاك الدقيق ديالي كما كتشاهدوا، سبق لي انني وجدته كيكون على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. يعني هذا هو النتيجه ديالو فاش كتخليو يعني المده ديال ليله كامله صافي. ندوزو دابا باش نديرو العجين ديالنا باش نحضروا هذه الشباكيه المرحله الثانيه صافي. هنا كما كتشاهدوا معايا من بعد ما حضرنا يعني هذاك العجين ديالنا اولا المرحله الاولى ديال التحضير ديال الشباكيه خليناها ليله كامله كما كتشاهدوا الشكل ديالو. يعني من بعد ما داك العجين يعني كيتشرب هذاك الزيت وباقي المكونات فكتولي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا صافي. هنا غادي نضيف يعني الخميره غادي نضيفها هنايا كما كتشاهدوا على هذاك الماء الزهر والخليط ديال الماء، وغادي نضيف هذاك الزعفران يعني زغبه اولا الزعفران الحر على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نخلط يعني هاد المكونات مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. يعني كنستمر على الطريقه يعني باش يعني انكم تحضروا واحد وصفه ديال الشباكيه اللي كتكون ناجحه. خاصكم تتبعوا هاد المراحل يعني خطوه بخطوه صافي. هنا كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا كنقوم يعني بالعجن الخليط ديالي على هذا الشكل كما كتشاهدوا، يعني بطريقه اللي معروفه انكم تحضروا بها العجينه على هذا الشكل. كنبقى نخلط هذا الخليط ديالي حتى انني نتحصل على واحد العجين اللي كتكون شويه قاصحه وشاده في راسها ومتماسكه. انا غادي نستمر على الطريقه هذه باش انني نتحصل على العجين اللي بغيت.
صافي هنا كما كتشاهدوا معايا هنا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا. من بعد ما حضرناها خليناها ترتاح كتولي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، يعني كتولي عجينه اللي قاصحه على هذا الشكل. هذا هو الشكل ديال العجينه اللي خاصنا اننا نتحصلوا عليها ديال الشباكيه. صافي كنقوموا يعني على هذه الطريقه هذه اننا نسرحوا العجين ديالنا مزيان باش نحضروا يعني الشباكيه ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. صافي مره اننا نقادوا العجينه ديالنا هذا الشكل هذا. صافي وكنبقى نسرح في العجينه على هذا الشكل هذا حتى نتحصل على النتيجه اللي بغيت. صافي كنحاول انني نقطع يعني العجين ديالي على هذا الشكل هذا بالجراره ديالنا. صافي باش اننا نتحكموا يعني في هذيك العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. كنقوموا بهذه الطريقه هذه، كناخذوا يعني هذاك الشيء اللي غنحتاجوه في العجين اللي غنصاوبوا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. كنحاولوا اننا نرققوا مزيان هذه العجينه هذه باش نتحصلوا على الطريقه اللي حنا بغينا. صافي كنقوم بالطريقه هذه، كناخذ يعني واحد الطريف اللي غنخدم به على هذا الشكل هذا. كنحاول انني ناخذ يعني كنحاولوا قد ما رققناه مزيان قد ما كتجي هذيك العجينه ديالنا زوينه. صافي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا غادي نقوم يعني معكم بهذه الطريقه هذه. كنديروا هنايا 5 ديال الشرطات يعني على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. صافي كنحاول انني ناخذ العجين ديالي بحال هكا، يعني كنديروا هاد الصباع على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. وحده كنديروها الفوق وحده كنديروها لتحت. كنبقى غادي بهذه الطريقه هذه، وحده الفوق وحده لتحت يعني هذا الشكل هذا. كنحاول مع هذا العجين باش ما تلصقش كما كتشاهدوا. يعني غادي ندير هذه الطريقه هذه. كنحاول انني نجمع يعني في طريقه التشباك كنحاول انني نجمع هذا العجين مع هذه وكندير هذه الطريقه. صافي وكندير هذا الشكل بحال هكا. صافي يعني كما كتشاهدوا هذه هي الشباكيه ديالنا، طريقه اللي سهله وبسيطه. غادي ندير معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديال التشباك ديال هذه الشباكيه. يعني دي طريقه اللي سهله ماشي صعيبه، يعني انكم فقط تعرفوا الخطوات اللي كتحتاجوا انكم ديروا بها يعني هذه الشباكيه هذه. حيت كاينين بزاف الناس ما كيعرفوش انهم يديروا يعني التشباك ديال هذه الشباكيه، ولكن خاصكم تعرفوا فقط غير الخطوات اللي غتحتاجوا ديروها. صافي انا كنحاول انني نقاد بهذا الشكل هذا. يعني ها نتوما كما كتشاهدوا كندير 5 ديال يعني ديال الخطوط على هذا الشكل هذا. كنديرهم بالجراره كما كتشاهدوا. صافي وكنحاول انني ناخذ ديك العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه اللي طريقه اللي سهله وبسيطه كما كتشاهدوا. على الطريقه هذه كما قلت لكم وحده الفوق ووحده لتحت وحده الفوق ووحده لتحت باش نتحصل على نتيجه اللي مزيانه. صافي كنحاول نشد بهذا الاصبع هذا، كنشد 3 للفوق و3 لتحت وكنحاول انني نقلب على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. صافي وكندير هاد القناة هادو كنحاول انني نجمعهم بهذا الشكل هذا باش كيعطيوني هذاك الشكل المناسب ديال الشباكيه. هانتوما الشكل ديالها يعني كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا غنتحصلوا على الشباكيه اللي بسيطه وسهله كما كتشاهدوا. انا سبق لي انني حضرتها هنايا على هذا الشكل هذا، ها هما سبق لي انني وجدتهم. صافي ندوزو باش اننا نقليو هذه الشباكيه.
صافي هنا كما كتشاهدوا معايا من بعد ما حضرنا داك الشباكيه ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. ملي كملت من التشباك ديال هذه الشباكيه على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، هنا درنا الزيت تسخن واحد شويه باش نعرفوا ان الزيت غادي نستعملوه. هنا كناخذ واحد شويه ديال العجينه وكنرميوها على هذا الشكل هذا. صافي كنعرفوا بان يعني الزيت سخونه، صافي كنرميو الشباكيه ديالنا على هذا الشكل. صافي كنقليو هاد الشباكيه كنرميوها يعني دفعه واحده. من بعد ملي كتحمر كنرميوها في العسل، وديك الساعه يعني كتكون الشباكيه ديالنا واجده. نلتقيو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الشباكيه اللي كتجي زوينه في شهر رمضان. صافي هنايا كما كتشاهدوا معايا يعني الشباكيه من بعد ما يعني قليناها ودرناها في العسل على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. صافي كنديروها هنا كنصفيوها في واحد الصفايه باش ان من بعد نديروا ليها الجنجلان ونقدموها لكم طبق ديال التقديم. وصفه رمضانيه بامتياز، وصفه اللي سهله وبسيطه، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني تشدوا مع الخاطر فقط، ومن بعد غادي تصدق لكم مزيان. على الطريقه هذه كنحاولوا اننا نصفيو يعني ديك الشباكيه ديالنا من العسل، وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الوصفه. الشباكيه ديالنا كما كتشاهدوا راه وجدات، يعني صافي من بعد ما يعني قليناها وخرجناها على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. الشكل ديالها كيجي زوين بزاف، يعني بهذه الطريقه هذه. انا سبق لي انني موجد يعني هاد الشباكيه على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. نتمنى ان تكون عجباتكم الوصفه، ونتمنى ان تكونوا يعني استوعبتوا الطريقه ديال التحضير ديال هذه الشباكيه هذه اللي كما قلت لكم بزاف الناس كتجيهم هذه الشباكيه صعيبه، ولكن يعني الا شديتوا مع الخاطر فقط يعني تجيكم شباكيه سهله على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. صافي يعني كندير يعني الشباكيه ديالنا وكندير من فوق كنزينو كما كتعرفوا بالجنجلان على هذا الشكل هذا. صافي على الطريقه هذه، ونلتقيو ان شاء الله في وصفه اخرى من وصفات نعمان الشهيه. ما تنساوش دائما الاشتراك على القناه، وكما تنقول لكم يعني ضغطوا على الجرس وكثروا من اللايكات باش توصلوا بكل جديد، وتهلاو في روسكم.